السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. وحشتوني جدا جدا جدا، وجايه لكم بموضوع قوي جدا جدا جدا. النهارده هتكلم عن حاجة رخمة قوي، هتكلم على قلة الأصل بعد انتهاء العلاقات، أو نكران الخير والجميل بعد انتهاء العلاقات. للأسف امبارح وانا عمالة أقلب في السوشيال ميديا رايح جاي، وده عكس طبيعتي على فكرة ان انا اتكلم عن مواضيع تخص حد، بس انا استوقفني جدا. كان انترفيو عاملاه الفنانة بسمة بوسيل. بسمة بوسيل طبعا احنا عارفين ان هي تبقى كانت زوجة تامر حسني يعني. الناس دي مرتبطين من زمن، يعني بقالهم ما يقرب من 10 أو 11 سنة كانوا متجوزين، ومعاها منه 3 أولاد، اللهم بارك، بنتين وولد. طيب فين الثغرة في الموضوع؟ هو لحد اللقاء ده ما كانش فيه ثغرة. المفروض ان كان في ناس محترمة وناس ناضجة جدا، كان انفصال يعني الكل بيحسدهم عليه. يعني ايه الكل بيحسدهم عليه؟ الكل بيحسدهم على احترامهم ما بعد الانفصال. بمعنى هم انفصلوا في دنيا صحية جدا لولادهم قبل اي شيء، لان طبيعي ان انا لو لا قدر الله هنفصل لازم هعمل حساب ولادي، لازم اهيئ ليهم البيئة اللي يعيشوا فيها، مش ان انا اعيش بقى في صراع وحروب، وان بابا وحش وان ماما وحشة، بابا ما عملكش ماما ما عملتليش، وان لازم يطلع طرف مش كويس. فلحد امبارح كانت البيئة دي متوفرة لأبعد الحدود، لدرجة ان كانت الناس كلها بتحكي ان الطرفين دول، لا ده خسارة ان هما ما كملوش مع بعض، ده لازم يرجعوا لبعض، ده يعني ما كانش فيه افضل من كده في الدنيا. فوجئنا امبارح ان هي عملت انترفيو. طبعا بسمة بوسيل اصلا هي كانت في ستار اكاديمي، ودي ليها سبب، يعني انا بقول المعلومة دي لسبب فيما بعد. كانت في ستار اكاديمي وهي صوتها مميز يعني، وهي اصلا مغربية الجنسية برضو. مش قصدي بالجنسية حاجة معينة، انا بتكلم بس في الاطار العام. المهم ان هي ارتبطت بتامر حسني، والدنيا تمام، وحصل زواج، وعاشوا حياة هادية تماما، محدش يعرف عنهم اي حاجة خالص. واللي متشاف على السوشيال ميديا هو مجرد فيديوهات ليهم كويسة جدا، كلها حب جدا، لدرجة ان انت تتفرج وعينيك بتطلع قلوب من كتر ما العلاقة دي كويسة قوي. فجأة لقينا الدنيا اتقلبت من كام يوم لحروب مش قلوب. طيب ايه اللي قلب الدنيا كده يا جماعة؟ على الرغم ان احنا شفنا ان هو كان بيدعمها في حاجات معينة، كان بيقف جنبها في حاجات معينة، وهي كمان كانت بتقف جنبه في حاجات كتير قوي. طب ايه اللي حصل؟ ملخص اللي جه في الانترفيو بتاع امبارح او في اللقاء بتاع امبارح، هي صرحت وقالت ان الحب بالنسبة لها كان شيء مؤذي، وقالت بالنص الحب ابهرني ودمرني. فيما معناه ان هي علاقتها بابو ولادها حاجة مؤذية جدا، لدرجة ان هي دمرت حياتها. شوية تتكلم ان انا والدي قبل ما يموت كان بيقول انا نفسي اشوفك يوم سعيدة. شوية تقول انا لو ما كانش والدي في حياتي انا كان زماني انتحرت. شوية تقول ان كانت ارتباطي في البداية غلط وانا صغيرة في السن. المهم ان قالت تصريحات كتير جدا كلها اقوى من بعض، وبصراحة انا مش بتحمل عليها، والله انا ست زيها، ويعني وما تمناش ان ده يحصل لي ولا ليا ولا لغيري. بس انا ليا تعليق بسيط، اللي هو ايه بقى التعليق؟ انا رحت ولا جيت، سواء انفصلت او ما انفصلتش، الصلة اللي بيني وبين الشخص ده مستحيل تتقطع، لسبب ان انا عندي منه اولاد. وانتي دلوقتي ربنا كرمك ب3 اطفال، مش واحد بس، ومنهم بنتك الكبيرة اللي هي تاليا، في السوشيال ميديا، وبتدخل تعمل ريفيوهات وحاجات وكلام من ده. طيب انتي للحظة من اللحظات دماغك ما اشتغلتش وما فكرتيش ان انا اللي انا بقوله ده كده ممكن يأذي نفسية بنتي؟ خصوصا ان انتي عارفة ان باباها اللي انتي بتتكلمي عنه اللي هو طليقك ده يعني فنان عالمي، مش هنقول محلي، لا هو عالمي، ده حقيقي. تمام؟ يعني الكلمة اللي انتي هتقوليها حرفيا هتبقى فضيحة، فضيحة رسمي. طيب فكرتي في ده؟ فكرتي في سمعة ولادك، في الحياة اللي انتم عايشينها؟ فكرتي في نفسيتهم؟ فكرتي في زمايلها لما هيشوفوها ان ده باباكي كان مبهدل مامتك، وباباكي كان بيخونها، وباباكي وباباكي؟
سواء ده صح او غلط، عشان احنا بنسمع من طرف واحد. ومش معنى كلامي ان انا بكدبها، انا ولا اقدر اكدبها ولا اقدر ايدها. ما اقدرش اكدب ولا ايد غير لما اشوف بعيني. ودي برضو حاجة ما تخصنيش في حياتي. انا بتكلم في حتة ان انا اطلع اتكلم على حد كنت انا وهو تحت سقف واحد في يوم من الايام، ده مش صح. ان انا اطلع اجيب في سيرة حد كان بينا عيش وملح في يوم من الايام، ده مش صح. ان انا اطلع اتكلم على ابو ولادي، ده مش صح. ان انا اطلع اتكلم على حد بيدعمني لحد يومنا ده مش صح. حد هيطلع يقولي طب انتي عرفتي منين ان هو بيدعمها؟ هي نفسها اللي كانت بتقول، هي نفسها اللي كانت بتحكي ان هو قد ايه بيدعمها في شغلها، وقد ايه بيساعدها وكلام من ده، ساعة لما بدأت ان هي تعمل فيديوهات، وبدأت ان هي تغني والكلام ده كله. طيب هي لما جت بتتكلم، محور كلامها كله، الانترفيو كله حرفيا المحور بتاعه ان هي جوازها بيه عطل مسيرتها الفنية. ده كان معنى الكلام. لان هي كل اللي كانت بتتكلم فيه ان انا كنت راسمه حياتي في حاجه معينه، ان انا كنت طريقي كله ماشي من وانا صغيره ان انا هبقى نجمه، وان انا. طيب هل انت دخلتي في علم الغيب؟ ما دخلتيش. طب انت دلوقتي لما بدأتي في ستار اكاديمي، كام حد خرج من ستار اكاديمي؟ كتير. كام حد خرج من برامج تانية كتير، ارب ايدول وكلام من ده، كتير. هل كلهم نجحوا؟ لا، مش كلهم نجحوا. فانت بالتالي رقم واحد، انت ما كنتيش ضامنه ان انت تنجحي. انت دخلتي وكنت مميزه في المكان، بس اللي بعد كده ايه؟ الله اعلم. هتنجحي بعد كده ولا لا؟ الله اعلم، ده العلم عند الله. تمام. رقم اتنين، انا لما اجي اقول ان الحب دمرني، اقول على حاجه زي كده لما انا ابقى عايشه مع حد بيهني، بيضربني، بيشتمني، مبهدلني، ما بيقوليش كلمه كويسه، عمال يخوني، بيكذب عليا، قصص من دي كتير. هي قالت ان هو بيخونها، الله اعلم. للعلم ان هي قبل كده لما كانوا لسه متجوزين وكانوا لسه مع بعض وحصل ما بينهم مشكله، وطلعت قالت ان هيتم ما بيننا الانفصال، وهو رجع رد عليها في ستوري على الانستجرام ان زي ما انت اتكلمتي على السوشيال ميديا، انا برضو لازم هيبقى الرد بتاعي على السوشيال ميديا، وان حياتنا المفروض تبقى بينا وبين بعض، وان انا عمري ما خنتك، انت يوم لما عرفتيني وانا واحد مشهور، فبالتالي طبيعي ان انا بيبقى حواليا ناس كتير، وحواليا ضغوطات كتير، وحواليا اكاذيب كتير، فمش كل اللي تسمعيه تصدقيه. وهي بنفسها جت في يوم وكانت في انترفيو مع مذيعة من المذيعات، وقالت لها انا في مرة كان تامر قاعد معايا، واتصلت عليا واحدة عايزة تعمل مشكلة ما بيني وما بينه، وقالت لي ده تامر معايا دلوقتي، بتقول لها وانا جوزي اصلا قاعد جنبي. اذا انت ادركتي ان في اكاذيب كتير، وان في ناس كتير بتتمنى الشر وبتتمنى خراب البيت. يعني ممكن تكون خيانة من اللي انت بتحكي فيهم دول ما حصلتش، والله اعلم، العلم عند الله. انا برضو ولا بأيد ولا بكذب، انا بفكر معاكي بصوت عالي، او انا بمعنى اصح بفكر مع نفسي، لان هي كده كده هي ولا تعرفني ولا اعرفها. انا بفكر مع نفسي بصوت عالي. طب انا ممكن يكون الفكرة غلط، على اعتبار ان الفكرة صح وان هو بالفعل خني، يا هقبل بالخيانة دي، او معنى اصح يا هلتمس عذر، او مش هقول التمس عذر، هسامح وعدي في مقابل ان ده ما يتكررش، يا اما هنفصل بهدوء باحترام من غير فضايح، وتبقى حياتي انتهت على كده. لكن ان انا اكمل واصمم ان انا اكمل حياتي، وبعد ما يحصل انفصال بعدها بسنين اجي اعمل فضيحة. اصل هو اللي حصل ده فضيحة. ليه؟ انا لما اجي اتكلم عن نجم عالمي، وعارفة ان الكلمة الصغيرة قوي دي هتنتشر جدا وتبقى كارثة جدا، وابقى انا مش حاسبة الكلام ومش دارسة الكلام اللي انا بقوله، يبقى انا ناقصني شوية نضج، ناقصني شوية نضج. اللي انتي عملتيه ده فضيحة، والكلام ده ليها ولغيرها، لكل اللي بيفكر بعد الزواج او بعد الانفصال يشوشر الدنيا غلط. ولا تنسوا الفضل بينكما، حتى لو هو ايه، خلاص احنا انفصلنا فخلاص، ما ينفعش اطلع اتكلم عليه بالوحش خالص. انتي عشان ولادك كان المفروض ما تتكلميش، عشان ولادك كان المفروض ما تشوشريش.
انت دلوقتي عملتي للاسف شوشره وفضيحه وسيره مش كويسه خالص لولادك. انت قلتي بنفسك ان بنتك الكبيره اللي هي تاليا حاليا تعتبر في سن مراهقه، ده اللي انت قلتيه في الانترفيو. طيب انا دلوقتي عرضت بنتي اللي هي في سن مراهقه ده ان حد يجي في يوم من الايام يقول لها باباكي عمل، مامتك قالت كلام من ده، ليه؟ طب هل انت فكرتي في يوم ان ده هيأثر على نفسيتهم؟ انت للاسف ما عملتيش اعتبار لكل الكلام ده. تاني حاجه، ايه هي بقى؟ إيه جمله ولا تنسوا الفضل بينكما دي معناها ايه؟ انت دلوقتي لما طلعتي قلتي ان انا الحب بالنسبه لي كان ابهرني وعماني ودمرني، تمام؟ معناه ان انت ما شفتيش يوم واحد كويس مع الانسان ده، ما شفتيش خير ولو صغير مع الانسان ده، صح؟ مش هي دي معناها؟ طيب احنا باللي شفناه بعينينا على السوشيال ميديا، اللي انتوا صدرتوه لنا بمعنى اصح، او اللي انتوا وصلتوه لنا، ان الانسان ده كان بيدعمك في كذا مشروع. هو بالفعل كان رافض ان انت تدخلي المجال بتاع الاغاني والكلام ده كله. قالك انا حبيت ان انا ما دخلهاش في المجال ده عشان عواقبه كتير وسلبياته كتير، فانا خوفا عليها انا بعدتها عنه. وبلسانك لما كنت في الانترفيو مع المذيعه اللي هي اسمها منى، قلت لها ان اول جوازي من تامر كان بيحصل مشاكل كتير، وان المعجبات بتوعه كانوا بيعملوا مشاكل كتير وكانوا بيشتموني وبيغلطوا فيا وقصص كتير قوي لمجرد ان انا اتجوزته. حلو، يعني انت كده عرفتي السبب اللي هو كان رافض ان انت تدخلي المجال ده عشان. ركنا ده على جنب. ما جاش في يوم دعمك في اي مشروع؟ لا، دعمك في مشروع. هو نفسه ما عملكيش خط انتاج فاشون وكلام من ده ان انت تعملي ازياء؟ عمل ده. نجحتي فيه؟ ما نجحتيش. طيب اعمل لك خط انتاج ميك اب وكلام من ده، سكين كير، تمام؟ نجحتي فيه يعني انا شايفه ان لحد ما هي تعتبر شبه ناجحه فيه شويه، تمام؟ طيب معلش مع احترامي ليكي، انت قبل ما تيجي من بلدك، قبل ما تتجوزي، بغض النظر عن الجنسيه ايه، انا لا يعنيني الجنسيه، لان كلنا في الاول وفي الاخر بشر، كلنا بني ادم، فانا ما يعنينيش الجنسيه في حاجه. انت قبل ما تيجي بلدك وقبل ما تتجوزي كنتي تملكي ايه؟ ولا حاجه. فكل اللي انت فيه حاليا منه هو، وكل اللي انت بتشتغلي منه حاليا منه هو، وكل مصاريفك وخروجاتك وفسحك والكلام ده كله منه هو. يعني انت لما جيتي قلتي ان انا كنت محبوسه وكنت مكبوته وكنت وما صدقت ان انا انفصلت، بقيت عايزه اسافر بسافر، عايزه اروح اخرج مع اصحابي بخرج، عايزه بعمل مش عارف ايه بروح. سوري، ما ده كله من فلوسه اصلا. يعني في الاول وفي الاخر ده من فلوسه. يعني هو كان معاكي معيشك في نعيم، انفصلتي عنه عايشك برضو في نعيم. يعني انتي بتروحي وبتيجي حاليا من اللي هو سايبهولك، يبقى ليه ناسيه الفضل؟ ليه ناسيه الفضل؟ دلوقتي حلمك اللي انتي كنتي متخيله ان انتي لو كملتي فيه بعد ما خلصتي ستار اكاديمي كنتي هتبقي الفنانه نمبر وان والكلام ده كله، معلش انتي تحت اي ظرف ما كنتيش هتقدري تحققي اللي هو فيه. ده قبل اي شيء. رقم 2، انتي دلوقتي معلش يعني بعد الانفصال عملتي ألبوم وعملتي اغاني سينجل كتير، فين النجاح اللي انتي بتحكي عنه؟ فين؟ احنا حتى لما بنسمع والله العظيم انا مش بتحامل عليها، انا بفكر بصوت عالي للناس اللي بتنسى الفضل. يعني انا الموضوع كله مش عليها، انا الموضوع ان انا بتناقش عن الكل، بس يعني جاية عن طريقها هي. احنا لما بنيجي نسمع بنقول ايه؟ بسمة بوسيل طليقة تامر حسني، يعني مش عشانك. واغلب الناس كده. هو لما انت جيتي قلتي ده تامر اداني الاغنيه بتاعته ولحنها لي وجي خلاني اسجلها في الاستديو بتاع، يعني الراجل برضو مش وحش معاكي، الراجل مدعمك في كل حاجه. فما ينفعش ان انت تطلعي تقولي كلام مش كويس. للاسف انت عملتي بوينت سودا جدا في علاقتكم ببعض، بدل ما هو كان بيدعمك وكان واقف في ظهرك في كل حاجه، انت كسرتي الموضوع ده بطريقه بشعه، بطريقه وحشه جدا. يعني انت عملتي حاجه وحشه قوي هتندمي عليها فيما بعد، وهتندمي على الوضع اللي انت عملتيه لاولادك فيما بعد. وللاسف بدات العواقب تيجي من دلوقتي. ازاي؟
يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا عماله اشوفها على السوشيال ميديا كميه بوستس على الموضوع ده رهيبه رهيبه. الناس بتتكلم يعني في هجوم عليكي بطريقه صعبه. ليه ليه؟ معلش، استفدتي ايه؟ ايه وجه الاستفادة اللي انت خدتيه بعد ما طلعتي تتكلمي في حق طليقك بكل الطرق الوحشة دي؟ ولا حاجة. انت خسرتي كتير وانت مش واخدة بالك. انت خسرتي كتير من كرامتك، خسرتي كتير من وضعك، خسرتي كتير من اللي الناس كانت بتتعامل معاكي بيه. صدقوني، بعيدا بقى دلوقتي عن بسمة بوسيل، وبعيدا عن تامر حسني، وبعيدا عن كل القصص دي، ربنا يصلح حال الجميع. والله 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 ويشهد الله ان انا مش بتكلم على الشخص كشخص، انا بتكلم على الافعال. انا لا يعنيني هم عملوا ايه، بس انا بتكلم ان لا ننسى الفضل، لا ننسى الفضل. لكن ان انا احكي ده ما عملش وما عملش وما عملش وما عملش وما عملش. طب انتي كنتي عايشة منين؟ كنتي، مش كنتي، انتي لا زلتي عايشة منين؟ انتي لحد دلوقتي عايشة من خيره هو، ومن من دعمه هو. فازاي طالعة تعيبي فيه بالطريقة البشعة دي؟ يا جماعة بعيدا عنهم بقى خالص، اتقوا الله في حياتكم، سواء مرتبطين او بعد الارتباط او بعد الانفصال. بمعنى، يعني في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، في جزئية منها بتقول من آيات المنافق إذا خاصم فجر. تمام؟ بمعنى إيه بقى؟ إن أنا ما ينفعش وقت الخصومة أبقى فاجر. يعني إيه فاجر؟ يعني أطلع كل الحاجات الوحشة. تمام؟ أنا مش قصدي اللفظ ده اللي هو الشتيمة اللي بتتقال واللفظ الفج اللي بيتقال بره، لأ، أنا قصدي المعنى اللي هو يعني الشرح المحترم بمعنى أصح. يعني ايه؟ يعني انا ما ينفعش ابقى سيئة في الخصومة، ما بقاش كويسة جدا 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 وقت ما احنا حد كويس، وقت ما احنا علاقتنا كويسة، واجي وقت الخصومة تلاقيني حد والعياذ بالله ما يتشافش. يبقى انت كده منافق، انت كده منافق. ده بقول الرسول عليه الصلاة والسلام. قبل ما تنطقوا بكلمة، وقبل ما تطلعوا كلمة من لسانكم او من بقكم، احسبوها كويس جدا، شوفوا عواقبها ايه، شوفوا اللي جاي ورا اللي انتوا قلتوه ده ايه، هل هيبقى خير او مش خير. لان لقاء زي اللي احنا اتفرجنا عليه ده عمره ما كان خير ولا ينفع يبقى خير. ده كله فضايح وكلام مش كويس وقلة أدب وعدم احترام للعشرة اللي كانت ما بينهم سنين كتير، عدم احترام للولادة اللي ما بينهم التلات ولاد، عدم احترام لنفسيتهم، عدم احترام لآدميتهم، عدم احترام للعيش والملح اللي كلوه مع بعض تحت سقف واحد في يوم من الأيام، عدم احترام للعيشة اللي هو معيشها لها هي وأهلها. يعني هي لما بتحكي بتقول أنا كنت عايشة في قرية صغيرة في المكان الفلاني. طب انتي دلوقتي شايفة انتي فين؟ شايفة وضعك ايه؟ انت مثلا لما بتبصي في صورك زمان وبتبصي فيها دلوقتي، ده ما بيوحلكيش بحاجة؟ ده ما بيقولكيش البني ادم ده عمل معاكي ايه؟ ما بيقولكيش الانسان ده في يوم من الايام غيرلك حياتك مليار درجة ازاي؟ اللي انت طالعه تقولي انا حبه دمرني، انا كنت هنتحر، انا انت ضامنه ان انت كنت هتنجحي اصلا في مشوار الغنى اللي انت متخيله ان كل حاجه بالنسبه لك راحت عشان هو ما خلاكيش تغني؟ يا جماعه خير الكلام ما قل وده اللي طولت عليكم، معلش، بس هعيد للمره المليون: لا تنسوا الفضل بينكما. راعوا ربنا في حياتكم، ولو لا قدر الله حصل انفصال، راعوا ربنا في اللي كان ما بينكم، راعوا ربنا في ولادكم. خلوا دايما الخير اللي يطلع، بلاش الشر. وربنا يا رب يعمر بيوتنا كلها ويهدلنا حالنا. وما تنسونيش كده في اللايك والشير والسبسكرايب. واي حد حابب يتناقش معايا في اي حاجة يكتب لي في الكومنتس، ومستنية رأيكم في الكومنتس تحت. واستنوني في فيديوهات تانية. باي باي.